كلنا بنحب البيتزا بس ما بتطلعش حلوة، بنحب نشتريها من بره. انا هقول لكم النهارده ازاي نعمل بيتزا تحفة، وسر مطة الموتزاريلا، وازاي تطلع معاكم بتمط زي الفيديو كده بالظبط، بخطوات بسيطة جدا. وكمان هنعجن العجينة في الكبة. هنعمل 3 بيتزا اكس لارج، وهقول لكم من اول العجينة خالص لغاية صوص البيتزا، وازاي نحط الفراخ عليها، وتتبيلة الفراخ اللي هنعملها بيها. هقول لكم كل الخطوات والحاجات اللي تطلع معاكم عجينة ناجحة واحلى مليون مرة من بتاعة بره. اول حاجة خالص، انا هنا عندي وركين فراخ مخليين، وزي ما انتم شايفين كده يعني متبلاهم. هكتب لكم كل التفاصيل والتتبيلات تحت الفيديو. بجيب المقص كده، ودي اسهل طريقة لتقطيع الفراخ عندي بالمقص. شايفين الموضوع سهل ازاي؟ انا قطعتها مكعبات صغيرة. تمام. تاني حاجة بقى، ببدأ أعمل لها تتبيلة عشان تديها طعم أحلى، كأنها شيش طاووق مثلا. التتبيلة الأساسية اللي بحطها لها بتبقى مية بصل، ملح وفلفل أسود، وممكن عصرة ليمون صغيرة، مفيش أكتر من كده. وأنا بعين الفراخ متبلة بالتتبيلة دي. كل الفراخ عندي لما بجيبها بتبلها التتبيلة دي بس من غير ليمون، واحطها في الفريزر عندي. اطلعها بقى ازود عليها اي حاجة انا عايزاها، عشان اعمل لها مثلا تتبيلة معينة، سواء شاورما، سواء فاهيتا، سواء شيش طاووق، سواء فراخ مشوية، اي حاجة بقى. بعد ما قطعتها حطيت عليها خل، وحطيت عليها كاتشب ومستردة، زيت وشوية بهارات. هكتبها لكم برضو تحت الفيديو ما تقلقوش. وحوالي 3 معالق كبيرة من الزبادي. وقلبت كل الكلام ده على بعضه، وسبتها حوالي نص ساعة. وممكن تبيتوها ليلة لو مش مستعجلين، هتبقى احلى واحلى. ودي تتبيله خطيره للشيش طاووق. بعد ما سبتها تتبل حوالي ساعه، جبت طاسه سخنه، حطيت فيها شويه زيت، ولغايه ما الزيت بس سخن كده شويه. وبعدين بدات ان انا احط عليه الفراخ بتاعتي واسويها. لازم الطاسه تبقى سخنه جدا جدا وانتوا بتنزلوا الفراخ، عشان الفراخ تفضل محتفظه بالطراوه بتاعتها، ما تنزلش كل الميه بتاعتها وتلاقوها نشفت بعد كده، ما تلاقوهاش طريه. زي ما انتم شايفين كده، طبعا الدنيا اتبهدلت معانا، بس كله فدا الفراخ، وانها تبقى طريه من جوه وناشفه من بره، مقرمشه مش مقرمشه، بس محافظه على طراوتها من جوه، وتحسوها ناشفه شويه من بره، يعني مش مميميه ولا كده. المهم ان انا سويت الفراخ، سبتها تبرد على جنب، وبدات ان انا احضر الصوص بتاع البيتزا. انا هنا استخدمت صلصه طماطم جاردين، وعايزه اقول لكم خطيره، من احلى الصلصات اللي بستخدمها بجد. لون وحته صغيره منها بتبقى تديني لون وطعم خطير، وعشان كمان طبيعيه. هنا هحتاج شوية مكونات هقولها لكم كده واحدة واحدة هنشتغل. حطيت شوية زيت، ويا سلام لو زيت زيتون. حطيت معلقة كبيرة من التوم. انا عايزة اقول لكم انا هنا بعمل كمية كبيرة من صلصة البيتزا، وبحطها عندي في الفريزر عشان اطلع منها في اي وقت انا محتاجة، ما اقعدش اعمل الموضوع ده كل شوية. طلعت التوم زي ما انتم شايفين كده، حطيت التوم سبته لغايه ما بدأ يحمر وريحته تطلع. مش يحمر قوي يعني، بس يبقى اشقر كده. بدأت ان انا احط الصلصه بتاعتي. انا هحط البرطمان كامل. تمام. انا حطيت بس جزء شويه، وسبت حوالي معلقتين في البرطمان، هقول لكم ليه دلوقتي. وقلبت الصلصه بتاعتي. اول ما ريحه الصلصه كده تحسوها بدأت تطلع وتختلط كويس مع التوم، حطيت ملح وفلفل اسود، حطيت سكر، ودي حاجه مهمه جدا. وكمان حطيت معلقه كبيره من الاوريجانو، وزودت ميه. وعايزه اقول لكم ان انا في المرحله دي بقى هقلب كويس، واسيبها على النار لغايه ما تتسبك. هتلاقوا الزيت بتاعها فصل على الوش، طلع على الوش كده، وتحسوها تقلت شويه. زي ما انتم شايفين هنا هتحسوها فصلت اهي، الزيت فصل وتقلت شويه. بدأت زودت شويه ميه بقى على باقي الصلصه اللي موجوده في البرطمان. وعايزه اقول لكم كمان انا بستخدم العلب الصفيح بتاعه جاردينو برضو بتاعه الصلصه خطيره. وزودتها شوية مية زي أي ست مصرية أصيلة كده، رجيتها شوية مية وزودتها على الصلصة بتاعة البيتزا بتاعتنا. وبس سبتها تغلي غلوتين، وطفيت عليها سبتها تبرد على جنب. مكونات عجينة البيتزا هكتبها لكم تحت الفيديو برضو. حطيت كل المكونات في الكب عندي. تمام. وحطيت هنا الخميرة مع المية والسكر. واهم حاجة وانجح حاجة تلاقوا عجينة طرية وهشة، حطوا معلقة صغيرة خل ومعلقة صغيرة مايونيز. عايزة اقول لكم تحفة. هنا لفيت العجينة خلاص، عجنتها بالكبة. عايزة اقول لكم طريقة عمل البيتزا في الكبة بالتفصيل بقى غير الفيديو ده، هتلاقوها في فيديو انا منزلاه قبل كده.
هنا عجنتها كويس قوي. هوريكم العجينه دلوقتي لما طلعت، شايفين طريه تحفه ازاي. اذا اقول لكم منجزه منجزه، ما لمستش العجينه ولا ايدي لزقت ولا ايدي تعبت ولا اي حاجه. هنا خلاص حطيتها تخمر على جنب، وبدأت ان انا افردها بعد ما خمرت ساعة. فردتها في الصواني بتاعت البيتزا بتاعتي. اهم حاجة الصينية تبقى يعني حرفها مش عالي قوي. بدأت احط الصوص بتاع البيتزا، خرمت العجينة الاول من تحت. واهم تركة بقى عشان الموتزاريلا تطلع معاكو بتمط وطرية وما تنشفش منكم، ان احنا لازم نطلع الموتزاريلا من الفريزر قبل ما نيجي نعمل بيتزا بيوم. يعني لازم تفك الاول في التلاجة، نطلع الموتزاريلا في التلاجة، نحطها في التلاجة من تحت، تفك خالص يوم كامل في التلاجة. بعدها قبل بقى ما تبدأوا تعجنوا البيتزا اصلا، الموتزاريلا دي تطلعوها على الرخامة، عشان اهم سبب من اسباب ان الموتزاريلا تمط معاكم هو انها تبقى فكة تماما وواخدة درجة حرارة المكان اللي انتوا بتطبخوا فيه. يبقى هنطلعها من الفريزر قبلها بليلة في التلاجة، قبل ما نعجن بقى في تاني يوم بقى قبل ما نعجن البيتزا نطلعها على الرخامة بتاعتنا تفك. عايزه اقول لكم بتبقى تحفه. فردت صلصه البيتزا وحطيت بعدها بقى لحمه مفرومه فراخ. دي كانت لحمه مفرومه، هقول لكم عملت بيها ايه في الاخر. و... ورشه فلفل الوان، وفلفل احمر وفلفل اخضر. انا ما بفضلش قوي ان احنا نزود طماطم، ولو هنزودها عادي ساعات بزودها برضو، بس بحب اشيل القلب بتاع الطماطم عشان ما يبقاش فيه ميه تخلي العجينه معايا معجنه، البيتزايه معايا معجنه. كمان ما ترققوش العجينة قوي، خلوا العجينة يعني حوالي ارتفاعها مثلا نص سنتي، يعني عشان ما تبقاش اللي هي تخينة تحسوا ان انتوا بتاكلوا ساندوتش عيش فينو مثلا، او تبقى رقيقة قوي تبقى شبه البسكوت وتنشف منكم وتتشقق. وحطوا زيتون بقى، سلامي، بيبروني، كل الحاجات اللي انتوا عايزينها حطوها، خلاص مفيش مشكله. وانا برش الاول خالص على صلصه البيتزا شويه جبنه موتزاريلا، وبعدين احط التوبينج سواء لحمه او فراخ، الفلفل والزيتون، وبعدين رشه موتزاريلا على الوش. تسويه البيتزا بدخلها فرن سخن على درجه حراره 190 وممكن 200، عايزه فرن حامي، وما بشغلش الشوايه من تحت بس. وطبعا الفرن بيبقى سخن من قبل ما ابدا افرد البيتزا في الصواني. بتاخد من 12 ل 15 دقيقه، ما بتاخدش اكتر من كده ولا اقل من كده. البيتزا اللي حطيت عليها الفراخ اللي احنا عملناها عملتها نصين، نص تشيكن رانش والنص التاني تشيكن باربيكيو. عايزه اقول لكم تحفه تحفه تحفه، مفيش حد دقها الا وقال لي خطيره زي بتاعت بره واحلى كمان. والجبنة خطيرة بجد بجد، من أحلى المرات اللي ممكن تجربوا فيها بيتزا وتعملوها وتعجبكم. كل اللي جربها والتطبيقات بتاعتكم اللي بعتوها لي فرحتني جدا، واتبسطتوا قوي بالنتيجة وقلتوا لي فعلا أحلى مليون مرة من بتاعت بره. عايزة أوريكم بقى من تحت كمان عاملة ازاي مستوية ورفيعة مش تخينة. وعايزة أقول لكم تحفة تحفة تحفة، لازم تجربوها. هتقولوا لي بقى اللحمة المفرومة عملتي بيها ايه؟ جبت صوص البرجر من جاردينو، وعايزة أقول لكم حطيتها على البيتزاية اللي هي باللحمة المفرومة. بقيت كأني باكل برجر بالظبط بالظبط. الصوص ده مدخن كده وبيبقى خطير مع البرجر. فشايفين المنظر؟ بصوا الحلاوة وبصوا مطة الموتزاريلا. وبالهنا والشفا، جربوها وابعتولي.